الكلام ده عشان الناس اللي عايزه توقع نادي الزمالك، لكن نادي الزمالك في البطوله دي مركز، عايز يسعد جماهيره، يهمه جدا ان هو يكسب. مين يوقع يا كابتن؟ دي قرارات فيفا يا كابتن، بلاش نظريه المؤامره. دي قرارات فيفا، انت ما سددتش. هو انا كلاعب كوره يا مهيب دلوقتي هتكلم في مستحقات وانا داخل على ماتش بطوله؟ فيفا هي اللي بعت لك اليوم الاثنين، هي بتقول لك انت عندك ايقاف لانك انا بتكلم على ماتش بطوله. انا داخل دلوقتي على ماتش بعد بكره مع بيراميدز. دلوقتي بفكر في مستحقات ولا بفكر ان انا اكسب عشان تجي لي الخير ويجي لي المستحقات ويجي لي كل الكلام ده؟ لا هو قصده حاجه ان مجلس الاداره بالظبط هو الوحيد اللي يقدر يحل. خلي بالك، عايز اقول لك حاجه، احنا كنا بنقول ان مجلس الاداره اللي فات كان الغرامات كلها، انت غرامتك دي مجلس اداره حالي قليله جدا بتاع ومش كتير، 120,000 دولار او حاجه كده. انت فاهمنا يا كابتن؟ لكن هو الفيفا ما حدش مثلا راح اشتكى نادي الزمالك عشان يوقف القيد، لا ده مستحقات ناس. يا جماعه ارجوكم لو سمحتوا بعد اذنكم، يا تجيبوا مدير فني تدفعوا له فلوسه يا ما تجيبوهوش. ما عندك كابتن محمد صلاح، كابتن خالد جلال، على قدك، امشي على قدك، مش عيب. الاهلي بيجيب مدير فني ب9 مليون وبيديله فلوسه. النادي الاهلي حصل مشكله مع راجل كولر وخد مستحقاته، حتى لو هي مستحقات سنه. أنا على الفلوس ما شاء الله الله اكبر، فبيجيب ويمشي، هو حر. انا مش عايز لكن انت ما تجيبليش مدير فني وما تديلوش فلوسه ويروح يشتكيك. الله يا فرحتي. وبتدور دلوقتي سيادتك تجيب مدير فني اجنبي وبادجت اعلى يخش ب 90 100. يا عم سدد القديم، يا عم خلي احمد عبد الرؤوف لنهايه الموسم، خلي خالد جلال، خلي محمد صلاح، خلي اي حد. لكن ان انت تجيب ناس انت مش قد فلوسها ما تجيبهمش. انت عامل اعلى سكواد في مصر السنه دي 7 مليون و2 و200 الف او حاجه زي كده، اكتر من الاهلي. فمنين؟ وبتشتكي من ضائقه ماديه. يعني دي كاميرا خفيه دي ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه.